السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله النهارده كده هعمل معاكم الممبار، وهنعمل كمان محشي البتنجان. الناس بقى اللي بتحب الممبار كده لازم تكمل معايا الفيديو للاخر عشان تشوف الطريقه. بعمله بطريقه سهله جدا وجميله. ولو اول مره بقى تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد فضلا وليس امرا. انا عملت جنبهم كده بانيه. طبعا البانيه انا كنت مصوره لكم الطريقه قبل كده فمش مصورها النهارده يعني عشان الفيديو برده ما يبقاش طويل عليكم. بصوا شكله عامل ازاي، طعمه بقى هتجربوه ان شاء الله وهتعملوه بنفس الطريقه وتقولوا لي. وكمان عامله البتنجان اهو رز مفلفل وجميل جدا، عاملاهم الاتنين بخلطه واحده وبطريقه بسيطه جدا. تعالوا كده معايا نشوف الطريقه والوصفه ازاي. بسم الله كده ونشوف المقادير بتاعتنا. معايا كده نص كيلو من الممبار غسلاه كويس. انا بجيبه متنضف من عند الجزار، بتقولي له انا عايزاه متنضف بينضفهولك. بيبقى اسهل طبعا. بس برضو لما بجيبه في البيت ايه لازم بعيد عليه التنظيف. بغسله كويس جدا بالدقيق والملح والخل والليمون ورشه فلفل اسمر كده ورشه كمون عشان لو في اي زفاره او اي ريحه بيشيلها. تعالوا بقى نشوف المقادير. معايا كده حوالي كيلو وربع من الطماطم دي متسبكه، انا مخرجاها من الفريزر اللي انا مفرزاها يعني. وعندي 3 بصلات كده كبار مديهم رشه من الملح ورشه فلفل، و3 ربط كبار برده من الخضره، كزبره وبقدونس وشبت. طبعا هاخد نص كوبايه من الزيت، وكيلو الا ربع من الرز. هو نص كيلو الممبار بياخد نص كيلو رز، انا مكتره شويه عشان انا هحشي كيلو بتنجان معايا. وعندي قرن فلفل كده مقطعاه. والتوابل بقى بتاعتنا من كل حاجه معلقه صغيره كده. طبعا انا لسه هزود ملح بعد كده. ملح كده، فلفل اسمر، كزبره، كمون، البهارات السبعه. وعندي ربع معلقه من الجنزبيل بيبقى حلو جدا في الحاجات المحشيات وكده. بحط ربع معلقه بس عشان طبعا بيدي زي حراق، يعني بيبقى حراق زي الشطه والحاجات ديت فمش بكتر. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. حطيت حله على النار كده هنزل فيها بنص كوبايه الزيت كده وهسيبها تسخن اهي. هسيبها تسخن بقى، ولحد ما الزيت يسخن هدعك البصلايه بتاعتي بالفلفل وبالملح كده، بتدي طعم حلو قوي وكمان بتدي ريحه جميله جدا. ادعكها كويس جدا كده. حابه تعمليه ني في ني طبعا بتقلبي كل الحاجه دي كده على بعضها وبيبقى ني في ني. الصراحه بيبقى طعمه احلى لما ما بنحطه على النار يعني كده وبنسبك الحاجه فبيبقى طعمه احلى اهو كده. انا كده دعكته كده. الزيت سخن اهو، هنزل عليه بقى بالبصله. هديها تشويحه بس، انا مش هخليها تحمر يعني، هصفرها بس كده بسيط اهو. هصفرها بسيط زي ما قلت لكم، مش هحمرها زي ما بنعمل المحشي العادي يعني. لما البصله بدات ان هي تدبل كده هنزل عليها بقى قرن الفلفل الاخضر. ممكن تحطي قرن حراق برضو بيدي طعم جميل. هقلبها بقى معايا كده، هسيبها برضو لمده دقيقه ولحد بقى ما البصله تدبل معايا كده. تعالوا نقلب الممبار. هو طبعا كده الدهنه اللي فيه هي كده لبره، انا بحب اعمله تبقى الدهنه لجوه، مش بيفرقع ولا اي حاجه. اعملوه على ضمانتي بيبقى جميل جدا. دهنه كمان هي كده كده بتسيح من جوه فبتدي طعم حلو. انا بقلبه كده بالشكل ده اهو اهو. دي هي تخينه اصلا كده شويه، هقلب معاك واحده كمان اهي. بصي بتحطي صوابعك كده فيه وتروحي قلباه كده اهو بالشكل ده، سهل جدا. عايزه تقلبيه باي حاجه، بعصايه ولا حاجه برضو بتحطي العصايه كده وتقلبي عليها كده وتروحي ماسكاه كده وسحباه عليها بتتقلب على طول. بس انا بالنسبه لي سهل بيتقلب بالايد، بيبقى سهل جدا اهو اهو. سهل جدا ومن الحاجات الجميله جدا الممبار ده. في ناس كتير ما بتحبش تجيبه عشان بيبقى صعب في تنظيفه وكده، بس زي ما قلت لك لو انت جبتيه متنضف من عند الجزار هيسهل عليكي جدا. تعالوا نشوف بقى البصلايه. ده شكل البصلايه دلوقتي دبلت كده زي ما انتم شايفين. هنزل عليها بقى البهارات كده عشان اشم ريحتها.
بتفرق طبعا، التكه دي بتفرق جدا. تسخن كده البهارات مع البصلايه واشم ريحتها وبعد كده ارجع لها. كده خلاص اهو، بعد ما شميت ريحه التوابل كده ريحتها طلعت. هبدا بقى ان انا هنزل عليها الصلصه. ممكن تحطي طماطم فريش برضو، هتستني لما تتسبك. انا الطماطم دي اصلا متسبكه فايه مش هتاخد وقت خالص معايا، دقيقتين بس كده وايه وتبقى خلاص جهزت معايا. كده بعد ما الطماطم غليت اهي، هبدا بقى ان انا هنزل عليها الرز كده وهقلبه برضو معاها. هديله بس تقليبه كده على السريع يسخن يعني مع الصلصه كده. كده خلاص اهي الرز بتاعي بقى جاهز اهو. هبدا بقى كده ان انا هاخده واحط عليه الخضره عشان نحشي بيه. كده خلاص اهو فضيت الرز، اللون بتاعه مظبوط اهو، الطماطم فيه كويسه جدا. هفضي عليه بقى الخضره واقلبها معاه كويس جدا كده. دخل حاجه كده مع بعضيها. كده خلاص اهي الخلطه جهزت. بصوا بقى شكلها عامل ازاي وريحتها حلوه جدا. هظبط لها بقى الملح بتاعها وايه، وهبدا ان انا احشي. وعندي كمان كيلو البتنجان اهو، انا مقوراه وغسلاه ومجهزاه عشان هحشي بيه برضو. هقسم الرز ده كده على 2 علشان ما يتبهدلش برضو كله. بقى شويه رز حطيتهم في طبق كده وهبدا ان انا احشي. طبعا حطيت ميه على النار تغلي عشان انزل فيها الممبار. بصوا انا باخده كده اهو بالشكل ده، وبروح مدخلاه الصابعين دول كده، بروح عاملاه كده، بيبقى كده اهو بالشكل ده. طبعا الدهنه من جوه زي ما قلت لكم، وبعدين ببدا احشي. ممكن تحشي بالقمع، بس انا بالنسبه لي ان الحشو بالقمع بيبقى صعب، كده اسهل بكتير اهو. طبعا مش بنملاه قوي، بنخليه مبطط كده عشان ما يفرقعش اهو. برضو مش بملاه للاخر عشان ما ينطرش الرز اللي فيه اهو. كده كده كفايه قوي عليها. هنفضها من الرز كويس قوي. ولما اجي برضو احطها في الحله هخليها ما عليهاش رز خالص اهي كده بالشكل ده اهي. ببططها كده وبخليها من الجناب بتبقى فاضيه ما فيهاش رز. هحشي معاكم برضو واحده كمان اهي. زي ما قلت لكم بجيبها من هنا واروح مدخله صباعين كده بالشكل ده اهو. بروح عامله الفتحه دي كده وابدا ان انا احشي اهي. سهل جدا على فكره في حشوه، هو بس تنظيفه اللي بيبقى صعب شويه لو انت هتجيبيه مش متنضف من عند الجزار يعني اهو. بيبقى طعمه جميل كمان. الممبار بقى طول ما هو فيه ريحه، طول ما هتشميه وهتلاقي فيه ريحه مش حلوه، يبقى الممبار مش نضيف. هتعرفي امتى ان هو بقى خلاص نضيف وجاهز جدا ان انت تحشيه على الاكل يعني، لما ما يبقاش فيه ريحه خالص. ماشي يا فريده، ماشي يا فريده. فريده بنتي بتصوت. كده خلاص جاهز اهو. هحشي انا بقى الكميه كده عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. كده خلاص اهو حشيت الممبار كله اهو. نص كيلو بيعمل كميه كويسه، ما يغركيش يعني. هو بيبقى شكله حبه صغيرين كده بس هو بياخد رز كتير. وحطيت برده ميه على النار اهي بتغلي، حطيت فيها كمون، فلفل اسمر، 7 بهارات، وحطيت فيها ملح. هبدا كده ان انا هنزل فيها الممبار. كده الميه غليت خلاص، هبدا ان انا اخد الممبار وانزله فيها. بيبقى طبعا فاضي من الناحيتين زي ما قلت لكم كده، واول ما بنزله هو بيقفل مع نفسه. لو الميه بردت منك يبقى هتوقفي لو عامله كميه كبيره، ومش هتحطي الا لما الميه تبدا تغلي تاني عشان ما يفكش منك وينزل الرز اللي فيه اهو. هنزل انا بقى كده الكميه كلها. كده بعد ما نزل في الميه اهو بصوا قفل اهو بقى شكله كده. هياخد حوالي 20 دقيقه على النار وهيبقى كده استوى. انا في واحده اتفكت عشان كانت فيها فتحه كده من الست وهي بتنضفه يعني، فطردت الرز. فمش اشكال، انا قلت هحشيها هي ونصيبها بس هي طردت الرز، مش اشكال يعني، هتدي طعم حلو برده. كده الرز اللي اتبقى اهو من الممبار. وجبت حله كده حطيت فيها بصل من تحت عشان احشي فيها البتنجان. هبدا بقى ان انا اعبي البتنجان عادي جدا زي ما كلنا بنعبيه يعني
وانا بحطه واقف، مش بنيمه. لما بيبقى واقف كده بيبقى طعمه احسن وما بيتلسعش من تحت. لو انتوا بتحبوه بقى اللي هو الملسوع من تحت دوت، بسيب طبعا في حبه كده ما بملهمش للاخر وبوقفه في الحله. هعمله كله كده واوريهولكم في الاخر. كده حشيت الحله كلها اهي، وقفتها كده زي ما انتوا شايفين. هحط لها بقى الشوربه، هحط لها ربع الحله بس من تحت شوربه. هظبط لها طبعا الملح بتاعها واحطها على البوتاجاز تغلي وهوطي عليها. كده انا حطيت الشوربه اهو زي ما قلت لكم، حطيت ربع الحله بس وحطيتها على البوتاجاز كده. اول ما هتبدا ان هي تغلي هوطي عليها البوتاجاز، مش هوطيه قوي طبعا بس هوطيه شويه. خلاص اهو الممبار استوى بعد 20 دقيقه بالظبط. هبدا بقى ان انا هطلعه كده، هوريكم بس شكله اهو. بصوا استوى خلاص. هبدا ان انا اطلعه في طبق كده بره عشان نبدا ان احنا نحمره كده. خلاص اهو بعد ما طلعته من الحله بصوا شكله اهو. عايزه بقى تحمريه في سمنه تحمريه في زيت، دي حاجه ترجع لك. انا هحمره في زيت. هستنى بس عليه يهدى شويه كده وبعد كده هحمره. الزيت بقى سخن على النار كده وهنزل فيه بالممبار كده. طبعا خلي بالك عشان ساعات بيفرقع كده. كده اهو انا حاطاه بيتحمر على النار. الوش ده اتحمر وقلبته وهقلبه برده على الوش التاني. كده الممبار اتحمر من على الوشين اهو. انا بقى هطلعه من الطاسه كده ونشوفه بعد ما يطلع. خلاص اهو برده طفيت على المحشي، استوى البتنجان بتاعنا. تعالوا بقى نقدم الاكل كله كده مع بعضه. ادي كده البتنجان اهو انا غرفته والممبار بتاعنا، وعملت كمان جنبهم كده بانيه. اتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده. وما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني. والسلام عليكم ورحمه الله.